ألواح إبلان الطينية. تعد ألواح إبلان الطينية من أعظم الاكتشافات الأثرية التي كشفت جانبا مهما من تاريخ الحضارات القديمة في الشرق الأدنى. وقد عثر على هذه الألواح في موقع تل مرديخ الواقع في شمالي سوريا، حيث كانت تقوم مدينة إبلان المزدهرة خلال الألف الثالث قبل الميلاد. تتكون هذه الألواح من آلاف القطع الطينية التي كتبت بالخط المسماري، وقد احتوت على نصوص إدارية واقتصادية ودبلوماسية، مما يعكس نظاما متطورا للحكم والتنظيم في تلك المدينة القديمة. كما تضمنت سجلات للمعاملات التجارية والضرائب والعلاقات مع المدن المجاورة، وهو ما يدل على ازدهار إبلان كمركز تجاري وثقافي بارز. ومن أبرز ما يميز ألواح إبلان أنها كتبت بلغة سامية قديمة، تعد من أقدم اللغات المعروفة، وقد ساعدت هذه النصوص الباحثين على فهم تطور اللغات السامية وعلاقاتها ببعضها. كما كشفت الألواح عن أسماء ملوك ومدن، ووفرت معلومات قيمة عن الحياة اليومية والعادات والديانات التي كانت سائدة آنذاك. إن اكتشاف أرشيف إبلان لم يكن مجرد إضافة إلى علم الآثار فحسب، بل كان نافذة واسعة أطل منها العلماء على حضارة عظيمة ظلت مجهولة لقرون طويلة. وقد أكدت هذه الألواح أن سوريا كانت منذ فجر التاريخ موطنا لحضارات راقية ساهمت في بناء التراث الإنساني. وهكذا تبقى ألواح إبلان شاهدا صامتا على عظمة الماضي ورسالة خالدة تخبرنا بأن جذور الحضارة الإنسانية أعمق وأقدم مما نتصور. الخط المسماري. يعد الخط المسماري من أقدم أنظمة الكتابة التي عرفها الإنسان، وقد نشأ في بلاد الرافدين، أي في أرض العراق الحالية، قبل أكثر من 5000 عام. وقد استخدمه السومريون أولا، ثم تبنته حضارات أخرى مثل الأكاديين والبابليين والآشوريين، ليصبح أداة رئيسية في تدوين مختلف شؤون الحياة. سمي هذا الخط بالمسماري لأن رموزه تشبه المسامير أو الأوتاد، إذ كان الكتاب ينقشون العلامات على ألواح طينية رطبة باستخدام أداة مدببة، ثم تجفف تلك الألواح لتصبح سجلات دائمة. وقد تنوعت هذه النقوش بين نصوص دينية ووثائق قانونية وسجلات اقتصادية، إضافة إلى الأدب والأساطير. ومن أشهر ما كتب بالخط المسماري ملحمة جلجمش، التي تعد من أقدم الأعمال الأدبية في تاريخ البشرية، حيث تناولت موضوعات إنسانية عميقة مثل الخلود والصداقة والمصير. كما احتوت النقوش المسمارية على قوانين مهمة، أبرزها شريعة حمورابي، التي شكلت أحد أقدم النظم القانونية المكتوبة. وقد ساهمت هذه النقوش في كشف الكثير من أسرار الحضارات القديمة، إذ أتاحت للعلماء فهم اللغة والعادات والنظم السياسية والاقتصادية في تلك العصور. ولم يكن الخط المسماري مجرد وسيلة للكتابة، بل كان شاهدا حيا على تطور الفكر الإنساني وبداية تدوين التاريخ. وهكذا تظل نقوش الخط المسماري في العراق إرثا حضاريا عظيما، يروي قصة الإنسان في سعيه إلى التعبير والتوثيق، ويؤكد أن الكتابة كانت من أعظم الإنجازات التي غيرت مسار الحضارة الإنسانية. قرص فيستوس. يعد قرص فيستوس من أكثر الاكتشافات الأثرية غموضا وإثارة في تاريخ الحضارات القديمة، وقد عثر عليه في جزيرة كريت اليونانية عام 1908 ميلاديات، داخل أطلال قصر يعود إلى حضارة مينوس العريقة. ويتميز هذا القرص بشكله الدائري المصنوع من الطين المشوي، وقد نقشت عليه رموز غريبة لم يفك لغزها حتى يومنا هذا. يحمل القرص على وجهيه سلسلة من الرموز المرتبة بشكل حلزوني، ويعتقد أن عددها يتجاوز 200 رمز مختلف، تتنوع بين أشكال بشرية وحيوانية وأدوات مختلفة. وما يثير الدهشة أن هذه الرموز طبعت على الطين باستخدام قوالب، مما يجعله من أقدم الأمثلة المعروفة للطباعة في التاريخ. ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها العلماء لفك شفرة هذا القرص، فإن لغته لا تزال مجهولة، ولم يتم التوصل إلى قراءة مؤكدة لمحتواه. وقد تعددت الفرضيات حول وظيفته، فبعض الباحثين يرى أنه نص ديني أو تعويذة،
بينما يعتقد آخرون أنه سجل إداري أو رسالة مشفرة. ويرتبط قرص فيستوس ارتباطا وثيقا الحضارة المينوسية التي ازدهرت في بحر إيجه خلال الألفين الثاني والثالث قبل الميلاد، وتميزت بتقدمها الفني والمعماري. ويعد هذا القرص شاهدا فريدا على إبداع تلك الحضارة وغموضها في آن واحد. وهكذا يظل قرص فيستوس لغزا حيا يتحدى العلماء، وقطعة أثرية نادرة تذكرنا بأن التاريخ لا يزال يخفي بين طياته أسرارا لم تكشف بعد، وأن رحلة الإنسان في فهم ماضيه لم تكتمل بعد. تعد نقوش بيهستون في إيران من أعظم الشواهد التاريخية التي خلفتها الحضارة الفارسية القديمة، وهي بمنزلة سجل حجري خالد يروي أحداثا سياسية وتاريخية بالغة الأهمية. تقع هذه النقوش على سفح جبل شاهق بالقرب من طريق قديم كان يربط بين مدن الإمبراطورية الأخمينية، وقد أمر الملك داريوس الأول بنقشها في القرن السادس قبل الميلاد تخليدا لانتصاراته وتثبيتا لشرعيته في الحكم. تتميز نقوش بيهستون بأنها كتبت ب3 لغات مختلفة: الفارسية القديمة والعيلامية والبابلية، وهو ما منحها أهمية استثنائية في دراسة اللغات القديمة. يعد وادي رم في جنوب الأردن واحدا من أكثر الأماكن الطبيعية سحرا وغموضا على سطح الأرض، حتى لقب بصحراء المريخ لما يتميز به من تضاريس فريدة وألوان حمراء تشبه إلى حد كبير سطح الكوكب الأحمر. يمتد هذا الوادي الشاسع بين جبال شاهقة من الحجر الرملي والجرانيت، نحتتها الرياح عبر آلاف السنين، فكونت مشاهد طبيعية مدهشة تأسر الأبصار. تتجلى في وادي رم مظاهر الجمال الصحراوي بأبهى صورها، حيث تتدرج ألوان الرمال بين الأحمر والبرتقالي والذهبي، وتنعكس عليها أشعة الشمس لتمنح المكان طابعا كوكبيا يكاد يكون خارج حدود الأرض. وعند الغروب يتحول الوادي إلى لوحة فنية حية، تتداخل فيها الظلال مع الأضواء، فتبدو الجبال وكأنها تشتعل بلون ناري خافت. ولا يقتصر تميز وادي رم على جماله الطبيعي فحسب، بل يمتد ليشمل قيمته التاريخية والثقافية، إذ سكنه الإنسان منذ عصور قديمة، وخلف فيه نقوشا صخرية تدل على حضارات مرت من هنا، كما ارتبط اسمه بالرحالة والمستكشفين، وأصبح مقصدا لعشاق المغامرة والتأمل. إن ما يجعل وادي يشبه بسطح المريخ هو صفاؤه واتساعه وقلة الغطاء النباتي فيه، إلى جانب تكويناته الصخرية الغريبة التي تبدو وكأنها من عالم آخر. ولهذا السبب استخدم موقعا لتصوير العديد من الأفلام التي تتناول الفضاء والكواكب، لما يوفره من بيئة قريبة في شكلها من بيئة المريخ. وهكذا يظل وادي رم شاهدا على روعة الطبيعة وقدرتها على تشكيل عوالم مذهلة، حيث يلتقي التاريخ بالجغرافيا وتتمازج الحقيقة بالخيال، ليقدم تجربة فريدة لكل من يزوره، وكأنه رحلة إلى كوكب آخر دون مغادرة الأرض.